بمعلقتين زيت هتعمليها اخف مليون مرة من اللي بتقليها. عايزة اقولك ان هي صحية 1,000,000%. لما تجربيها تعتمديها. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا نسمي بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة انا جبت هنا قرنبيطة وبدأت اقطعها كده، طلعتها بالطريقة دي. عندي هنا مية بتغلي على النار، هبدأ انزل بنص معلقة كبيرة من الملح، هننزل بربع معلقة من الكمون، و3 معالق كبار من اللبن، ودول اختياري طبعا، لو متوفرين عندك انزلي بيهم. بعد كده بما ان المية كانت بتغلي معايا، فهبدأ على طول انزل بالقرنبيط. هننزل بيه بالطريقة دي. طبعا انا نزلت بالقرنبيطة كلها، هسيبها طبعا على نار عالية لحد لما تغلي معايا. اول ما بتغلي طبعا ببدأ اهدي النار عليها وسط، واسيبها لحد لما تتسلق معايا او تستوي تماما. في المرحلة دي هاجي هنا عندي طاسة على النار، هبدأ انزل فيها بمعلقتين كبار من الزيت، ورقة لورا. اول ما بيسخن معايا الزيت ببدأ انزل طبعا ببصلاية كبيرة فرماها ناعم، ببدأ اشوحها على نار عالية لحد لما تدبل معايا بالطريقة دي. بعد كده عندي ربع كيلو من اللحمة المفرومة، بنزل بيها وببدأ أشوحها على نار عالية لحد لما اللحمة بتغير لونها. في المرحلة دي بنبدأ ننزل بالتوابل: فلفل أسود، كزبرة، عندي هنا رشة من الشطة، والشطة اختياري، ومعلقة صغيرة من الملح. هبدأ أشوحهم الأول على نار عالية، وبعد كده عندي هنا طماطماية كبيرة مع قرن فلفل أخضر وقرن فلفل أحمر، فرماهم خشن بالطريقة دي، يعني مش فرماهم ناعم أو ممكن تبشريهم على المبشرة. نزلت بيهم وهديلهم تشويحة حلوة على النار، واول ما بيوصل المرحلة دي بيتبلوا معايا على طول بطفي النار واركنهم على جنب. طبعا هنا القرنبيط كان معايا خلاص استوى تماما، فهبدأ اخده ارفعه من على النار، وابدأ كده اصفي القرنبيط من المية المغلية واحطه في مصفى. بصوا استوى معايا تماما. طريقة القرنبيط بتاعت النهاردة مختلفة تماما عن القرنبيط المقلي، يعني انا لو هقليه مش هسويه بالطريقة دي. بس كده. طبعا انا مش شطفتش القرنبيط، بس انا شلته من المية المغلية. بعد كده نزلت بيه في الحلة بعد ما صفى ميته، وبدأت كده بالشوكة ابدأ اهرسه هرسة خفيفة. بعد ما بهرسه طبعا بنبدأ بقى ننزل عليه باللحمة المفرومة. طبعا ربع كيلو لحمة مفرومة، لو حابة تنزلي بيه كله انزلي بيه، حابة تنزلي بالنص وتركني النص على جنب تشيليه في الفريزر تبدأي تعملي بيه وصفة تانية عادي. عندي هنا ربطة من الكزبرة غسلتها وقطعتها بالطريقة دي ونزلت بيها. عندي بقى هنا 3 بيضات، هنزل عليهم بربع معلقة صغيرة من الملح وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وهبدأ أضرب البيض كويس قوي. وبعد كده عندي هنا بالمعلقة اللي بناكل بيها 3 معالق كبار من الدقيق، ما تزوديش عن كده دقيق، بنزل بيهم وببدأ أقلب البيض والدقيق مع بعض. وممكن عادي تنزلي بالبيض والدقيق زي ما هما على القرنبيط واللحمة المفرومة. نزلت كمان بربع كوباية صغيرة من الحليب، وبعد كده أخدتهم ونزلت بيهم طبعا على القرنبيط واللحمة والكزبرة. طبعا بقلب دول مع بعض كويس قوي. هتقولي لي الملح، هقولك ان احنا لما سلقنا القرنبيط كنا حاطين ملح، واللحمة المفرومة الملح فيها مظبوط، فهي الوصفة معانا مش محتاجة ملح. عندي هنا صينية دهنتها دهنة زيت وبدرتها بدقيق، بنزل بالقرنبيط بتاعنا اللي باللحمة المفرومة، وبعد كده ببدأ اوزعه كده في الصينية وابدأ اسويه زي ما انتوا شايفين. طبعا كده تقدري تدخليها الفرن تاخد اللون من فوق ومن تحت تمام معاكي، وهتطلع زي الفل. حابة تزودي اضافة الجبنة هتخلي طعمها حلو قوي والشكل كمان احلى بكتير. نزلت هنا عندي ميكس جبن، بدأت انزل كده على الوش بتاع القرنبيط باللحمة المفرومة، وبعد كده هاخدها الفرن عندي شغال على اعلى درجة حرارة سخن جدا، بدخلها على الارضية واسيب النار عالية عليها من فوق ومن تحت لحد لما بتأكد ان الصينية اخدت اللون من تحت.
على طول بسحبها وارفعها الرف الوسطاني تكمل كمان التسوية وتاخد اللون كمان من فوق. وعلى طول ببدأ اخرجها وهي وسخنة، بنبدأ نرش رشة من الكزبرة عشان التقديم، وببدأ اطلع منها على طول. طعمها حلو قوي، خفيفة بطريقة غير طبيعية، صحية جدا، وجبة متكاملة. اقسم بالله عجبت الاولاد بطريقة غير طبيعية، لما تجربوها بجد هتعتمدوها، مستحيل حد يدوقها وما يشكرهاش. اتمنى بجد تجربوا وصفة النهاردة وتقولولي على رأيكم فيها. شايفين الجمال؟ اخدت حوالي 12 دقيقة في الفرن. على بال طبعا سبتها على الأرضية، كل حاجة فيها مستوية ما عدا البيض طبعا، هو اللي احنا دخلناها بس عشان تاخد لون من فوق ومن تحت والبيض معايا يستوي. شايفين الجمال؟ الوصفة بجد مغذية وسهلة وسريعة، فاتمنى بجد تكون وصفتي للنهاردة عجبتكم وتجربوها. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.